السلام عليكم. اليوم وصفتنا هي كباب مشوي بالفرن. أول شي راح نبدي بيه هي الخضروات مالتنا اللي هي عبارة عن باذنجان، الطماطة، البصل، فلفل بارد، فص ثوم كامل، خلينا بيه فلفل أسود، ملح وزيت. راح نخلي البايركس مالتنا مال الخضروات بالفرن حتى نشوي. على الجانب الثاني راح نحضر عجينة الكباب اللي هي عبارة عن نص كيلو لحم غنم مفروم، طماطة والبصل مفرومين بشكل ناعم، البهارات اللي هي البابريكا، الفلفل الأسود والملح. راح نخلط المكونات مع بعض، راح نخلي شوية زيت وراح نخلطهم، وبهذا الشكل عجينتنا مال الكباب صارت جاهزة. هنا طلعنا صينية الخضروات أو بايركس الخضروات من الفرن، راح نقطعها بهذا الشكل اللي أمامكم وراح نقطعهم مع بعض. ورا ما قطعناهم راح نخليهم بالبايركس وراح نشكل عجينة الكباب بهذا الشكل اللي أمامكم، وراح نصف الكباب فوق الخضروات اللي موجودة بالبايركس بهذا الشكل. هنا البايركس مالتنا صار جاهز يدخل للفرن، بس قبلها راح نبدي نحضر عجينة الخبز اللي راح نغطي بيها الكباب حتى الكباب مالتنا ينشوي بالبخار. دخل البايركس مالتنا هنا للفرن، وهنا بعد ما طلعناه من الفرن واستوى تماما. طبعا الطعام ولا ألذ، كلش طيب. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون تدعمونا بلايك وتعليق وإعجاب للصفحة.